تحليل بنية الخطاب ديال التراك شوكة الطوموبيل دائما كيخدم على لغة المواجهة فيها في الآخر، يعني فيها نفي الخصوم ديما تيحاول يبين الخصم ديالو ضعيف مزيف صغير، فيها تأكيد للذات اللي أنا هو الأصل من الرمز وحيد للرام. الفلسفيين هذا كيحيلنا على منطق الهوية، الوجود ديال الدومبيك ما كيتمثل إلا بوجود الآخر، حيت ايديولوجيات المتخفية في الكلاش ديال الراب. شوكة ايديولوجيا ماشي غير كلاش موسيقي، هو محاولة استرجاع السلطة الرمزية على المجال اللي باقي فيه دومبيك كمؤسس تاريخي. المفارقه الفلسفيه البيف بحالو بحال حوار ديال جدريتي اطروحه الاصل الشرعي اوسفلو نقيض الموجه الجديده الثوريه. النتيجه ممكن تكون تركيب جديد في الراب المغربي، جيل جديد ولكن بجذور قديمه. بمعنى اخر توكا ماشي غير جواب بل لحظه ديال الجدل فلسفي على من له الحق تعريف الراب المغربي. خلاصه توكا واكثر من كلاس ايديولوجيا محاوله لاعاده تثبيت الهيمنه الرمزيه البيك قدام موجه بوز فلو واللي مات. فلسفيا تعبير عن الصراع الهويات داخل الحقل الفني شبيه بالجدل بين الاصل والثوره. رمزيا شوكا عنصر صغير لكن يقلب الموازين ويذكر الاخرين بوجود شخص اللي باقي حاضر.